السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نعمل مع بعض جلاش بالكنافة. الجلاش بالكنافة دي أنا عندي كنافة، طبعا أنا جايباها بقطعها قطع صغيرة جدا. لو حابة تعمليها بالكبة تعمليها، تفرميها بالكبة هتبقى أسهل وأحسن كمان. أنا والله كسلت نطلع الكبة، عملتها على إيدي. فكنت حاطة معلقة سمنة كبيرة في الطاسة أو في حلة أو في أي حاجة، وهنزل تقليبها. هحط الكنافة بتاعتي بعد ما أقطعها صغير جدا وأبدأ أشوح فيها. هبدأ اديها اللون الذهبي الحلو كده، هبدأ اقلب فيها لغاية ما تحمر معايا وتبقى اللون الذهبي الحلو ده الاصفر. هبدأ اقلب فيها واشوح. اول ما تديني اللون الحلو ده هنزل معايا بالمكسرات بتاعتي، اي نوع مكسرات عندك. انا ما حطيتش غير جوز هند زي ما انتوا شايفين والزبيب. انت عندك انواع مكسرات تانية حابة تحط يعني، حباش تحط مكسرات خالص عادي، مش مهم يعني، هتمشي بأي حال من الأحوال. أول ما تصفر هنديها شوحتين مع المكسرات، وهنزل حوالي 3 معالق كبار من الشربات اللي أنا عاملاه اللي هسقي بيه الجلاش، واديها تشويحة كده. أنا عشان الشربات بتاعي حطاه في التلاجة، بعمل كمية واحطها في التلاجة، فشوحتها شوحتين تاني بيهم عشان الشربات بتاعي يسيح شوية. هنا عندي لفة جلاش، وهو الكنافة بتاعتي اللي أنا حمصتها وحطيت عليها المكسرات، وعندي الصينية مدهونة بالسمنة. عندي لفة الجلاش، همسك ورقة ورقة واقسم ورقة الجلاش، هقسمها بالنص، يعني هقسمها نصين كده، اطبقها يعني، همسكها اطبقها وهخليها نصين، وهدهنها دهن السمنة خفيفة جدا أو بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. هدهن الورقة بعد ما طبقتها نصين، همسك الكنافة تحت اللي انا حمصتها واحطها في الجلاش بالشكل اللي، احط كمية الكنافة اللي انا عايزاها. بعد كده الفها رول. هبدأ امسك واضغط بالراحة عشان الجلاش ما يتكسرش مني والف. طبعا انت لو عاملاها في صينية مستطيلة بتبقى احسن كتير، انا عشان عاملاها في صينية البسبوسة فاضطر اقطعها من بره اهو بالشكل ده. هقطعها صوابع، بعد ما لفها رول هقطعها صوابع. انت لو صينية مستطيل معاكي هتحطيها الواحدة بوحدتها، وهتقطعيها بعد ما تخلصي الكمية بتاعتك، هتقطعيها التقطيع اللي انت عايزاها، تبقى التقطيعة متساوية. وانا هنا برضو مساوياها اهو. بوريكم الجلاشة بمسكها واقسمها نصين بالشكل ده، اطبقها يعني، مش اقطعها، لا اطبقها نصين، هطبقها على بعضيها كده. وهدهن دهن السمنة خفيفة جدا عشان الجلاش ما يبقاش تقيل. وكده كده الجلاش ما بياخدش سمنة كتير. اهم حاجة تحطي له سمنة على الوش بعد ما نخلص، دهنة خفيفة من جوا. وهحط الكنافة بتاعتي مكان الكنافة دي، لو حابة تحشيها اي حاجة تانية هتتحشي يعني. هنا احنا عاملينها بالكنافة مع بعض، الكنافة اللي احنا محمصينها وحط لها شربات والمكسرات بتاعتنا. وهبدأ هلف الرول اهو قدامكم، هلف واضغط ضغطة بسيطة عشان ما تتكسرش مني، واقطعها، اقطع قطع متساوية كده او صوابع متساوية يعني. وابدأ اصفها في الصينية بتاعتي. لو الصينية بتاعتي مستطيلة كانت هتكون اريح بكتير. طبعا هخلص الكمية كلها اهو بالشكل ده. هخلص كميتي اللي انا قدامي وهرجع نشوف اهو. بعد ما خلصت الكمية زي ما انتوا شفتوها، هاخد كمية السمنة اللي فاضلة عندي وهبدأ ادهن وش الصينية وادخلها الفرن. الفرن عندي سخنة. اول ما تطلع معايا هسقيها بالشربات بتاعي. الجلاش ما بياخدش شربات كتير يا جماعة عشان يبقى ناشف ومقرمش كده وطعمه حلو، ما بنكترش الشربات ليه. حابة تزينيها بشوية جوزين زي ما انا عملت ماشي، مش حابة لو مش متوفر مش مشكلة خالص برضو. هيطلع عندنا بالشكل ده والطعم بيكون روعة بصراحة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.